أنا اسمي برسوم أسعد، مقيم في نيوجيرسي، مواطن مصري أمريكي، ومن الناس اللي هم تعاونوا مع إيمان وهمان ومجموعة معاها كجروب. آه، حاولنا نظهر جالية بصورة مشرفة في استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما جه أمريكا، وفعلا تواصل الليل بالنهار، وعمل شاق، وخاصة السيدات عملوا عمل مش متوقع أبدا. وصلوا الليل بالنهار. آه، السفارة آه، قالت إن أنتوا أكتر ناس تعبتوا، وهتقابلوا السيد الرئيس لما يجي أول ناس. طبعا فرحنا جدا، واشتغلنا 4 أيام. عايز أقول الدليل على الكلام ده مش كلام مسترسل، لكن احنا اللي يثبت كده الجالية الوحيدة في أمريكا اللي حصلت على 22 برميت عن طريق مجموعتنا لحجز أماكن فيها حشد للجماهير المصرية لتحية الرئيس السيسي. 22 برميت، لدرجة إن البوليس الأمريكي في نيويورك كان مستغرب جدا، وعمل لنا ميتنج عشان يشوف إيه الثورة دي والعدد الكم الهائل اللي ما حصلش في تاريخ نيويورك، إن جالية واحدة لدولة واحدة يعملوا 22 برميت وهم في نفس الاتجاه، مش مختلفين مع بعض، والهدف واحد، وهو الترحيب بالرئيس المصري في أول زيارة ليه لأمريكا. وفعلا حصلنا على 22 برميت. الناس وصلت الليل بالنهار. الحجوزات كانت مش يوم واحد، كانت 4 أيام، من 9 الصبح ل 4 و5 مساء. فيه ناس تهددت بفصلها من عملها لأنها كانت بتوصل الليل بالنهار وبتتغيب من شغلها. والنتيجة سيادة الرئيس وصل، فرحنا بيه، ظهرنا في الشارع بصورة مشرفة للعرب والأمريكان ولسيادة الرئيس، ولكن الوعود اتلعب بينا. وعلى رأي المثل الدارج اتحلق لنا، لأن قالوا لنا هتشوف الرئيس. ما حصل لناش الشرف إن احنا نشوف الرئيس. فوجئنا بواحدة ربة بيت داخلة على إنها من سيدة الأعمال أو أبصر مدرك. الرئيس يتصور بواسطة واحدة من ورا الباب، وده شيء في منتهى الخطورة. الناس اللي ما بذلش أي جهد وما عملش أي حاجة لأنها بتقابل الرئيس، وإحنا كمجموعة اللي اشتغلت ليل بالنهار وخد وعد ما حصلش. وكان كل الهدف إن إحنا يستغلوا نشاطنا وجهودنا في الشغل اللي عملناه، وده إحنا مبسوطين ليه، لأن احنا ما عملناش عشان السفارة أو عشان أي شخص كان. احنا عملناه نابع من حبنا لمصر وحبنا للرئيس السيسي اللي ملك قلوبنا، اللي حط روحه على كفه عشان ينقذ مصر ورجع مصر تاني لينا بعد ما ضاعت مننا. فاحنا مش ندمانين على اللي عملناه، بل سعداء جدا، وعندنا استعداد نعمل قد اللي عملناه مليون مرة عشان خاطر سيادة الرئيس اللي احنا حبناه وبنحبه، وبنتابع كل خطواته اللي فيها نهضة مصر وكرامة مصر وعزة مصر وعزة المصريين. ونتمنى ربنا يوفقه في إرجاع الاقتصاد المصري، ترجع مصر رائدة سياسيا واقتصاديا في منطقة الميدل إيست وفي العالم كله. وشكرا.